طبعا كلكم اتعرضتوا ان يكون معاكم فلوس على المحفظه الالكترونيه بتاعتكم، وتيجي تسحبوها من الفرع او من الاي تي ام يقول لك في عموله 1%، وبتضطر تدفع من جيبك عشان المبلغ يوصلك بالظبط. هقول لك في الفيديو ده طريقه هتوصل لك الفلوس مجانا لحد 10000 جنيه واعلى من كده، بتبقى بنسبه معينه على حسب شريحه المبلغ بتاعتك، باستخدام الكارت الافتراضي بتاع المحفظه بتاعتك، وهنشحن بيه تطبيق معين هكلمكم عليه هنا في الفيديو. والطريقه دي هتوفر عليك زي ما قلت لك المبلغ بتاع العموله بتاعك او اقل منه بشويه، وكمان هتقدر تسحب بقى من التطبيق اللي هتستخدمه اللي هو تطبيق نكستا عن طريق الكارت بتاعه من اي ماكينه من ماكينات بنك مصر مجانا. وحتى لو الكارت الافتراضي بتاع محفظتك ما قبلش الطريقه دي، هتحوله بقى الفلوس دي لاتصالات كاش، ومعاك اول معامله في الشهر مجانا، وبعد كده تكمل على الطريقه اللي هقولها لك في الفيديو ده. يلا بينا على طول نروح للطريقه والتجربه العمليه زي ما عودتكم دايما في الفيديو. مبدئيا كده هروح على تطبيق اتصالات كاش، واول حاجه هعملها هضغط على انشاء بطاقه اونلاين. وبالمناسبه انا شرحت التطبيق ده بالكامل في الفيديو اللي ظاهر قدامكم. بعد كده بيفتح معايا صفحه انشاء البطاقه، بالمناسبه رسوم الخدمه مجانا. القيمة اللي أنا هكتبها أنا هجرب مثلا 50 جنيه. بعد كده بعمل إنشاء، وبعد كده بينشئ معايا فعلا البطاقه، بيبعت لي رساله فيها تاريخ الانتهاء و16 رقم. طبعا البطاقه دي بتبقى استخدام لمره واحده او لمده 24 ساعه. وبعد كده بفتح تطبيق نكستا، طبعا شرحته في الفيديو اللي ظاهر قدامكم ده. زي ما انتم شايفين ده رصيدي الحالي. اول حاجه بعملها بضغط على اشحن كارت نكستا. طبعا انا هضغط هنا ان انا عايز مبلغ 50 جنيه واضغط على اشحن كارت نكستا. بيطلب مني 16 رقم بتوع الكارت واسمي على الكارت، بكتبه بالانجليزي وتاريخ الانتهاء وسي في في كود. وبعد كده زي ما انتم شايفين بيقول لي هنا 50 جنيه هيوصلوا لي 50 جنيه. لكن طبعا عشان تبقى فاهم اكتر، انا قلت لك في بدايه الفيديو ان الطريقه دي مجانا لحد 10000 جنيه شهريا. اهو بيقول لك لو مبلغ ايداع بين 50 ل 10000 في الشهر رسوم الايداع بتكون صفر. اما لو المبلغ الايداع ما بين 10001 ل 20000 بتبقى 7%، وبرده اقل من 1% اللي هي بتاعت اصلا السحب. ولو المبلغ ما بين 20001 ل 35000 بيكون 1% زي اصلا الرسوم العاديه. اما لو اعلى من 35000 فالطريقه طبعا بتاعت السحب العاديه هتبقى اوفر لك. بعد كده برجع للصفحه الثانيه بعد ما كتبت كل البيانات، وبضغط على اشحن الان. زي ما انتم شايفين في ثواني بسيطه تمت اضافه المبلغ اللي هو ال 50 جنيه. زي ما انتم شايفين انا رصيدي اهو زاد 50 جنيه، وبالتالي الطريقه دي ناجحه، واتخصم من رصيدي في اتصالات 50 جنيه. اتمنى ان الطريقه دي تكون وفرت عليكم. هتلاقوني بقى سايب لكم رابط التسجيل في نكستا في وصف الفيديو. وبالمناسبه البطاقه دي اصلا مجانا تماما لحد وقت تصوير الفيديو، فانت مش خسران حاجه، خليها معاك برضو هتنفعك لانها مسبقه الدفع ومش محتاجه اثبات دخل، وتقدر تطلعها من اول 16 سنه. شكرا جدا يا جماعه لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.